روتين تجهيز اكلات الشهر وتنظيم المشتريات اللي كنا جايبينها مع بعض. عايزين بس ما ننساش الصلاة على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا قمرايه، لو اول مره تشوفيني نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله، وما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم. تعالوا بقى كده يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله كده تتشجع منه. قبل ما ابدا الروتين عايزه اشكركم على لايكاتكم الجميله اللي رفعت فيديو المشتريات الاخير، تسلموا لي وربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ابدا يا حلوين. بصوا بقى زي ما انتوا شفتوا كده، احنا كنا جايبين معانا كرتونه البيت دي من المشتريات. انا بحطها في علبه بلاستيك كده عندي على رف التلاجة وبنسحب منها زي ما احنا عايزين. وطبعا هنا العلبة البلاستيك بتاعتنا بتاعت المسحوق كانت يعني بتصفر خالص، ما كانش فيها مسحوق نهائي، فاديتها مسحة كده حلوة وبدأت افضي فيها المسحوق اللي كنا جايبينه معانا برضو كده في المشتريات. قعدت بقى بره بصراحه كده، جبت معايا اللوبيا والفاصوليا والفول والحمص. قعدت بقى كده جبت الطبق ده ونقيتهم. طبعا احنا طبعا عارفين قبل ما نعمل الاكل لازم كده بننقيه وبنبص فيه، وطبعا دي كانت الكميه اللي طلعت معايا في الورق منهم كلهم. بدانا نتخلص منها وجهزتهم معايا على الرخامه، لاني حرفيا ما عملتش حاجه تاني في اليوم ده اللي كنت اشتريت فيه المشتريات. عشان نكون واضحين انا ما عملتش الكلام ده في يوم واحد، طبعا يعني جزأته معايا على قد ما يعني هقدر اعمله وجمعته معاكم في فيديو واحد. كان عندي بقى كمية خضرة محترمة زي ما انتوا شايفين، بقالها تقريبا اسبوع في التلاجة. حسيت ان هي بقى لا هتنهار، وانا كنت جايباها عشان اعملها وتكاسلت عنها، فقلت لا اقوم بقى كده اغسلها وانضفها. وكنت غسلها بقى قبليها بليلة قبل ما انزل اجيب المشتريات، وكنت طبعا مجففاها حلوة قوي قوي قوي. اهم حاجة يا بنات في نقطة التفريز بالاخص الحاجات الخضراء ان انت تجففيها تماما تماما من المية. عايزة اقولك لو فيها جزء بسيط من المية هتلاقي الخضرة اسمرت معاكي في قلب الفريزر. جففيها حلو قوي قوي من المية. فانا كنت بصراحة لفاها كده في فوطة عندي مخصصة الحاجات دي كده للمطبخ، كده حتت بيضة طويلة، فكنت لفاها فيها ويعني مجففاه الخضرة خالص من المية. وبدأت ان انا اقعد اقطعها تقطيع صغير زي ما بحبها، وعبيتها كده في الاكياس كده زي ما انتوا شايفين، في كميات كبيرة وكميات صغيرة عشان اطلع على قد الاكلة اللي هعملها. طبعا الخضرة لا غنى عنها، بس انا عارفة ان هي رخيصة الفترة دي، بس بتسهل عليا انا كامرأة عاملة في التجهيزات اللي بتبقى موجودة معايا. الحاجات دي في الفريزر بتسهل عليا انا لما ارجع من شغلي اعمل اكلي سريع قوي للولاد. كنت بقى في اليوم ده برضو كمان جبت بقى بعد ما نقيت كده معايا البقوليات كلها، نقعتها في البلاستيكات زي ما انتوا شايفين كده. فالفول هو اللي كنت نقعاه قبليها يعني نقعته في نفس اليوم وسبته، وتاني يوم كنت نقعت بقى الحاجات دي قبل ما امشي اروح الشغل. يعني اللوبيا الفاصوليا الحمص نقعتهم الصبح بدري قبل ما اروح الشغل، قمت الصبح الساعة 8 نقعتهم. انما الفول كان منقوع قبليها من بالليل لتاني يوم، فالفول ده اتنقع معايا يعني اكتر من 24 ساعة بصراحة. لان انا برضو لما دخلت اعملهم كده ما كانش يعني عدى اللي هم ال 12 ساعة بالظبط، فكان منقوع معايا اكتر من 24 ساعة. الفول بقى لما بيتنقع بقى يا بنات، عايزه اقول لكم ما بيشربش ميه معاكي اثناء لما بتيجي تدمسيه، فبيبقى هو في النقع شرب معاكي كميه الميه الحلوه المحترمه ونفش كده معاكي. عايزه اقول لكم بقى الفول ده وفر معايا كتير قوي 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 قوي. طبعا هتشوفوا الكميه المحترمه اللي هنعملها في الاخر، ودي عملتها اليوم اللي بعديها قبل ما اروح الشغل برضو ضربته كده، لاني لما دمسته كده بالليل ما قدرتش، كنت خلاص خلصت متاخر ما قدرتش اخلصه بصراحه. فبصراحة يا بنات الفول ده فرق معايا كتير. انا كنت يوميا تقريبا بجيب 20 جنيه فول. طبعا انتوا عارفين في المشتريات انا كنت جايباه ب 48 جنيه، على شوية معلقتين 3 العدس اللي انتوا شايفينهم دول، على حبة النار، على الفصين 3 توم، يعني هيقوم يتكلف معايا 60 جنيه، بس هيعمل معايا كمية كبيرة وطعم احلى وانضف وحاجة كده. بصراحة انا عايزة اقول لكم زمايلي في الشغل وولادي قالوا لي اعمليه بقى على طول، لان بصراحة جميل جدا. فانا ما بدمس الفول كتير، بس ان شاء الله ان شاء الله هيتدمس معايا على طول، لان هيوفر معايا كتير. وطبعا الايام دي ايام التوفير اللي احنا نحاول نوفر فيها، اي حاجه تعرفي توفريها في البيت وفريها لان هتنفع معاكي. فاحنا كلنا بنحاول كده نستخدم طرق توفر معانا بصراحه. فطبعا اهالينا زمان كانوا على طول بيدمسوا الفول اصلا، فيعني ده حاجه على طول معتاده من اهالينا، فانا لقيته وفر معايا قوي قوي قوي، فانا هدمسه على طول ان شاء الله. حطيت جنبه على النار حمص الشام والفاصوليا واللوبيا، بس بصراحه العين بتاعه الفاصوليا زي ما انتم شايفين كده كانت بايظه، فركنتها لما اللوبيا اتعملت وحطيتها بعديها. طبعا حمص الشام حطيت عليه 3 4
حبايات فصوص توم، حطيت معاه معلقتين صلصه لاني ما كانش عندي طماطم صحيحه في الوقت ده كله متصلصل في الفريزر. حطيت معاه معلقه كمون، ويعني تقريبا مكعبين مرقه دجاج، يعني حبه المرقه الدجاج اللي انا حطيتهم دول تقريبا مكعبين مرقه دجاج. فانا بحط توم وصلصه ومرقه دجاج وكمون على الحمص وهو بيتسلق معانا. طبعا حطيته بقى كده كل الحاجات دي ورايا على النار، وبدات بقى ان احنا ننظم معانا المشتريات، لان طبعا انتوا عارفين والله المنظمات دي بتفرق كتير جدا. اللي ما جربهاش ما يقولش دلع، مش دلع خالص، مش عشان خاطر التصوير ولا الكلام من ده. حتى الفتره اللي ما بصورش فيها وببقى مكتئبه فيها، عايزه اقول لكم ان المنظمات دي انا ما بقدرش استغنى عنها. الفتره اللي ما بستعملش فيها المنظمات عندي المطبخ بيكون متهرجل بطريقه رهيبه، الاكياس بتهرجل المطبخ وبيتقطع وبيتبهدل والحاجه بخسرها، فمنها خساره ومنها هرجله وعدم نظافه بصراحه. فالمنظمات دي جميله جدا جدا جدا، بتنفع معاكي. طبعا انا فضيت كل المكرونات بانواعها كده زي ما انتم شايفين، واللي انا بفضيه ده النشا ده هيبقى موجود معانا فتره طويله بصراحه، يعني ممكن يقضي معانا كمان لرمضان، مش هيبقى مشتريات كل شهر او حاجه. وهنا العدس هسيبه موجود معايا على جنب، لان ان شاء الله برضو كنت ناويه اعمله في اليوم ده بس ما قدرتش، عشان نكون صادقين كده. عايزه اعمل برضو العدس واجهزه واشيله معايا في الفريزر، الشوربه بتاعه العدس على طول تبقى جاهزه على تحمير الشعريه على طول. فخليته معايا في اليوم ده، اقدر اعمله في يوم تاني ان شاء الله اكون قادره. بعمل على قد ما بقدر يا بنات، بس المهم ان انا بجهز معايا حاجات بتوفر معايا كتير. طبعا نظمنا معانا كل المشتريات كده زي ما انتم شايفين. هنا السحلب ده انا كنت عايزه افضيه في بتاع المنظم الصغنن ده، العلبه الصغننه ده، بس حسيت ان هو يبقى كتير وهيتدلدق منها برغم ان الكيس صغير. فبعد ما كنت هنا افضيه رجعت في كلامي قلت لا خليه بقى في العلبه الطويله دي وخلاص، لان كان في واحده كبيره تانية زي دي بس يعني ما جاتش قدام عيني في الوقت ده. فالمهم ان انا فضيته في العلبه دي وخلاص مش مشكله. احنا برضو السحلب ده هيبقى مره معانا. طبعا زي ما انتم عارفين احنا جايبين للولاد ضرفشار وسحلب وحمص الشام، طبعا تسالي كلها كده تبقى معانا بالليل يعني في السهره بالليل واحنا قاعدين احنا والولاد. طبعا هنا كنت الفتره اللي فاتت دي كده كان في شويه حاجات كده مرميه في كاس، بدات ان انا اطلعهم. ده كاكاو اسباني غامق، وبرده في كاكاو اسباني فاتح، برده هفضيهم كلهم لان بصراحه كانوا برده مبهدلين لي الضرفه زي ما بقول لكم. هم كميات صغيره عايزه اقول لكم موجودين عندي من ساعه العيد، من ساعه ما كنا جايبين لنواعم العيد وكانوا موجودين عندي. طبعا نظمنا كده المشتريات بتاعتنا كلها، هنبدأ نرفعها بقى كده فوق ونروح نشوف بقى الحاجة اللي احنا عملناها على النار. كده حمص الشام استوى معايا كده خلاص، وبقى معايا زي العسل. عايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا، احلى من حمص الشارع طبعا معاكي. اللوبيا هنا كده برضو معايا اتسلقت سلقه حلوه، عايزه اقول لكم مش بسلقها سلقه، يعني لو سلقتها بتبقى مثلا 90%. الفاصوليا برضو كنت في الوقت ده خلاص كده اتسلقت معانا. هبدا ان انا اصفيهم معايا في مصافي، هشطفهم شطفه حلوه قوي واصفيهم معايا في مصافي عشان يصفوا الميه بتاعتهم خالص. احنا قلنا التفريز اهم حاجه فيه ان انت تصفي الميه حلوه قوي من اي حاجه تحطيها في الفريزر، حتى لو مش خضروات يعني بس هو اهم حاجه الخضروات، بس انت اي حاجه تحطيها حتى لو لحوم صفيها من الميه. طبعا في الوقت ده على ما بدات البروكليات تتصفى معايا عملنا للولاد كده كل واحد فينا كوبايه حمص. عايزه اقول لكم ما رستيتش على كوبايه الحمص، لا احنا شربنا 2 و3 لان احنا اصلا بنحب حمص الشام. فطبعا قعدت بقى حطينا انا والولاد، وكان في الوقت ده الحاجه كده البقوليات تتصفى معايا. انا هنا بوريكم النار اللي موجوده معايا للفول. عايزه اقول لكم الفول مجرد ما بيغلي النار زي ما انتم شايفين كده سهرايه، عارفين السهرايه؟ سهرايه كده، وانا سبته 4 ساعات على النار بالنار السهرايه دي. طبعا هو في النقع الحبايه بتاعته من جوه استوت بس القشره ناشفه، فاحنا عايزين النار السهرايه دي عشان تسوي القشره بتاعته الخارجيه عشان ما يشرقش كده وانت بتاكليه. طبعا انا بعد ما غلي معايا هديت النار، وبعد ما هديت النار سبته 4 ساعات موجود معايا على البوتاجاز، وهوريكم في الاخر شكله وجماله عامل ازاي. بعد ما شربنا الحمص كده واتدفينا انا والولاد بالحمص، قمت جبت بقى اللوبيا والفاصوليا. بدات بعد ما صفيتهم بالصفايه حلوه قوي، بدات بقى ان انا كده اعبيهم وجبات في اكياس. طبعا كل واحد فيهم نص كيلو، فهنعمل كل وجبه فيهم ربع. بدات كده ان انا مش بميزان او حاجه، ان انا كده بالويم كده ان احنا نعبيهم في كيس، يبقى كل كيس تقريبا قد التاني. هنا حمص الشام طبعا هنعبي منه حبه حلوين بالمصفى بتاعتنا دول، عشان ان شاء الله لما نيجي اعمل لهم كشري يبقى معانا كده حمص يتحط على الكشري من فوق، طبعا بيديله طعم وجمال. وبقى هنا لسه برضو كام يعني 2-3
حمص كده هنظبطهم انا والولاد برضو بالليل. عايزه اقول لكم الحمص ما باتش من جماله، ما باتش. بدأنا بقى يا امارات. التوم ده طبعا انا قلت لكم الفتره اللي فاتت كنت متكاسله. التوم ده كنت شاريه الكيلو ب100 جنيه، عشان طبعا مش وريته لكم برده في المشتريات زي الخضروات، لان كان حاجات كده كنت جايباها. فكنت شاريه الكيلو ب100 جنيه، انا اللي قعدت قشرته، يعني شاريه ب100 جنيه بقشره. فانا قعدت قشرته كده معايا في يوم، وبدات بقى حطيته كده معايا في التلاجة. قعد يعني برضو دخل في اسبوع قاعد في التلاجة. قلت لا حرام هنخسره وهو غالي واحنا جايبينه بالغلا. نقوم طبعا نعمله كالمعتاد في الفريزر زي ما احنا متعودين. انا لسه عندي كيس توم في الفريزر، بس طبعا قبل ما يخلص قلت اجيبه عشان يبقى طبعا جاهز عندي، لان انا ما بستغناش عن التوم في الفريزر خالص، لا التوم ولا البصل بستغنى عنهم في الفريزر خالص. بدأت احط على الكيلو دوت 4 معالق سكر، وحطيت 5 معالق ملح، و5 معالق خل، و5 معالق زيت. عايزه اقول لكم على طول بحفظه بالطريقه الجميله دي، وبيقعد معايا كتير جدا في قلب الفريزر من السنه للسنه. طبعا بيفضل يعني ابيض زي ما انت حاطاه، بيفضل باللون اللي انت حاطاه بيه، ومبيبقاش متجمد معاكي، بيبقى عامل زي المرهم كده. وبيبقى بصراحه يعني بينفعني جامد قوي 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 في التفريزات اللي بتبقى موجوده معايا في الفريزر. طبعا في الوقت ده برضو كنت عايزه اعمل بصل، بس ان شاء الله اعمله في يوم تاني، لان بجد يعني ايه كنت هلكت في اليوم ده. طبعا انا مبقاش قاعده في البيت من اول اليوم، فكان بيبقى شويه حاجات كده بعملها، فكنت هلكت في اليوم ده. وطبعا في غسيل مواعين وفي حاجات تانية بعملها غير التفريزات، فكان بيبقى فيه تعب شويه كده معانا. فربنا يعيننا ان شاء الله كده، وباذن الله نجهز برضو كميه من البصل نحطها معانا، لانها بتفرق معايا كتير قوي في توفير الوقت والمجهود ليومي. وطبعا برضو احنا عارفين التفريزات بتفرق معانا في غسيل المواعين. عايزه اقول لكم بتفرق كتير والله. بنات اللي جربها هيعرف اللي انا بقوله. اي حاجه تفرزيها معاكي في الفريزر طبعا، يعني انا لو هضرب كميه الثوم دول في كل شويه في البتاع الصغيره في الهون او في المطحنه الصغيره، طبعا كل شويه عاوز اشطفهم. انت ضربتي الكميه مره واحده كده في الكبه. الطماطم، البصل، اي حاجه تفرزيها بتفرق معاكي في كميه المواعين، وبتفرق معاكي في مجهودك، وبتفرق معاكي كتير جدا. محدش هيحس باللي انا بقوله الا اللي جرب التفريزات. فهنا طبعا كميه الثوم الكيلو اللي معانا هبدا اقسمهم على كيسين 2 بس. انا في المعتاد كنت بقسمهم على 3، فلقيت 3 زي 2، فقلت عشان ما اخدش بس كميات اكياس كتير فقسمتهم على 2 بس. وطبعا اللي بخلصه اول باول بدخله في الفريزر على طول. هنا معانا الفول ولونه وجماله وطعمته وحلاوته وكل حاجه فيه. الكلام ده بعد 4 ساعات. انا ما فتحتش طول ال4 ساعات عليه مره. انا حاطه على طول كميه الميه اللي انا عارفاها. انا عارفه ان هو شرب كميه ميه كفايه في النقع، فما كترتش الميه فيه، فحطيت الكميه اللي انتوا شايفينها دول. عايز اقول لكم يعني الفول كان كده عسل. انا مش عارفه امسكه من السخونيه عشان اوريكم هو مستوي قد ايه. انا ايدي مش بتستحمل الحاجات السخنه، فبحاول اوريكم ان القشره ذات نفسها استوت، مش الحبايه من جوه بس بصراحه ما قدرتش امسكها من الحراره الشديده اللي كانت موجوده معانا في الفول. بس عايزه اقول لكم حكايه. طبعا الوقت ده كان بالليل، كنا تقريبا الساعه 12 بالليل، وانا بصحى الصبح بدري الساعه 6. فقلت لا انا هنام، وان شاء الله على ما يهدى، عشان مش هحطه في الكب وهو سخن قوي كده، يكون هدي على الصبح ابدا ان انا اضربه قبل ما اروح الشغل. وطبعا بالفعل نمت، والصبح صحيت من النوم بعد ما وديت الولاد للمدارس وجهزت لهم اللانش بوكس بتاعهم وسندوتشاتهم ودنيتهم. بدات ان انا اضربه واشيله معايا بقى في الاكياس كده عشان نشيله في الفريزر. وكان معانا بالجمال ده ما شاء الله اللهم بارك. انا مبسوطه من نفسي. طبعا كميه الاكياس الكتيره اللي انتوا شايفينها دي اللهم بارك، لو رحت جبت كيس فيهم من بره هيعدي ال20 جنيه. في اكياس كنت ملياها اكياس كبيره، وفي اكياس يعني وسط، وفي صغير. فطبعا الكبير اللي فيهم يعني هيعدي مبلغ. الكميه دي عشان تروح تشتريها من بره هتجيبيها من مبلغ. انت وفرتيها معاكي في البيت بطعامه ونظافه، وانت منقيه حاجتك وعارفاها، وفي نفس الوقت واثقه هتاكلي وانت نفسك مفتوحه على الاكل. طبعا هيبقى موجود معانا في الفريزر. هنحضر الصبح الفطار هنطلع منه كيس، مش هنحتاج خلاص هو موجود معانا الوقت تاني. الكميه دي، وكنت سايبه الطبق ده لمحمد لان محمد ما كانش راح المدرسه، سبته له بالف هنا. وبكده اكون خلصت يومي وروتيني. اشوفكم في يوم جديد وروتين جديد.